حضري. ما تسوي انت؟ لله الحمد خالد، الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم كل الوطن العربي والاسلامي يدعي ان اليابان يتاهل مع اي فريق، بس اهم شيء خروج المانيا لله الحمد، وخرج الفريق الالماني. ويعني البطوله هذه لله الحمد كلها قاعد تكسر ارقام، ان خروج الالماني خرج مرتين ورا بعض، والمغرب يتصدر البطوله ثلاث مره، والبطولات اللي قاعد تصير لله الحمد، والارقام اللي قاعد تكسر والاهداف. الحمد لله ان خروج اليوم المنتخب الالماني هذه فرحه لنا. تفكيرهم كانوا الاساسي انه يجون يخربون البطوله، لله الحمد خرجوا من اول شيء. فطريقه كويتيه قديمه تصلح عليهم، تطلق عليهم اسمها شيل يقشش شيل يقشش، طريقه عن بيتنا حق الالمان. اتمنى نركبها عليها اي والله. فلو انتم حافظينها كان غنيتها انا وانتم تردون وراي. لا بس والله شيل يقشش طلعوا عن بيتنا لساكم طويل منا لساكم. اي والله يعني جايين يخربون، مو جايين يلعبون كره قدم. ولله الحمد يعني هذا دعاوى الوالدين ودعاوى للوطن العربي كله والاسلامي انهم يطلعوا من البطوله لله الحمد. ويلا الحين خلهم على كيفهم، خلي يسوون كيف دوراتهم. يعني انا حتى اليوم شفت جزء من مقابله اعتقد وزيره الداخليه اللي جت اللي لبست هذا اليوم هم شفته. يعني اعتقد موضوع الرياضه يبتعد عن كل المواضيع السياسيه والمواضيع الاعلانيه والدعائيه، لان تعرف هي بطوله طبعا تنظمها البلد، واي بلد له تقاليده وعاداته. ايضا الفيفا لها نظامها وتقاليده. انا اعتقد احنا دائما كنا نعلم انه الرياضه ما لها دخل لا بالسياسه ولا بكثير من الامور، لان الرياضه هي تجمع. طبعا حركه كانت مرفوضه من اللاعبين الالمان بالنسبه لنا، وتعرف هو تقاليده ببلده ممكن يسوي اللي يحق له، اللي يريد يحق له. يعني انا من اروح باي بلد اوروبي ما اقدر اقول له ليش تسوي هذا، لكن انا ابتعد عنه، ما لي دخل، انا لي طريقي. لكن انك تيجي تفرض علي في موضوع ما وكانك تحسسني انه انا من الدرجه السابعه والثامنه او التاسعه، انه احنا بلدان مو متقدمه، لا مو صحيح. احنا لدينا تقاليدنا ولدينا ديننا الحنيف اللي اعتقد احنا نمشي عليه. اعتقد هي الحركه مرفوضه. نعم صار عليه تهجم كبير، وموجود منتخبات اوروبيه وياه ما سووا اللي سووه هم. يعني المفروض اجي العب كره قدم، الموضوع خارجي. اجت وزيره الداخليه وسوت هاي الحركه وراحت، وكانه خالد اليوم انا من شفت اللقاء وكانه يعني قاعده وكانه بطل قومي مسويه فشي يعني، وهذا مو صحيح ترى يعني يونس. بس تعرف هو مثل ما قلت خالد، اعتقد احنا حكينا به، هو موضوع سياسي داخلي يعني يخص انتخابات وما انتخابات هاي الامور. ولكن الاشكاليه اضافه اللي قلته انه ميثاق الاولمبي للروح الرياضيه يمنع هذه التصرفات، سواء كانت سياسيه عرقيه او دينيه، ممنوع. وهو يكون مفروض انه يتعاقب. هذا ميثاق اللجنه الاولمبيه للروح الرياضيه، يعني قانون. والفيفا مهما كانت قوتها تابعه للجنه الاولمبيه. عموما انا خالد حبيت نقول حاجه، انا بس يا جماعه ما ابي اطول فيها وايد. كلمه مهمه. مهما كان اسم الفريق وينجم حتى يكون منتخب الالماني، وقت اللي ما تركزش على كره القدم وتتلهي بحاجات جانبيه، تنجم وين تنجم توصل، وين نجم يوصلك وضعك. على خاطر لابد في كره القدم تركز كان على الشغل نتاعك وتطور كره القدم نتاعك والمباريات نتاعك. خالد هو شوف مثل ما قالوا، هذا الشعار اللي بيحملوه شعار محرم، يعني من المحرمات. بس يعطيك والله سبحانه وتعالى عقوبتهم في الدنيا غير الاخره. جزاك الله يعني في جزاك الله خير. فطرة الانسان وحتى الديانات كلها يحاولون يقوموا له. انا قلت لكم الله يعطيكم العافيه وبارك الله فيكم. اليوم لوكاكو ردة فعله بعد الخروج يا شباب، شوفوا سوى. والله لا قوي. انت كم الغرامه خالد؟ ما قدر هو كسرها الغرامه. يعني بعد خروجه تعرف هو يعني فوق انه طالع من البطوله وخسران وحالته لا بالعكس، حط تحت اسمه وخلوا مثل عندك اسمه زيدان لما كسر
صار مزاق. يبقى زيدان خلينا نطور شوي، هذا تطور. زيدان حطوا لوكا فتره لا يعني بس هذا بس- مو بس بس اسمح لي. هذا مو زيدان. خالد بس اسمح لاعب لي، بعد. هذا ثلاثه بالمنطقه ما يعرفوه. اقول لك كذا يعني بعد كل واحد تفكير لازم يكون عندك روح مختلفه رياضيه، نحن. لازم يكون عندك روح رياضيه وتقبل الخساره وتقبل الفوز. مثل ما تفوز بس تقبل الفوز لكن تقبل بص- الخساره. بس على فكره ممكن اقول كلمتين صغار. ترى منتخب بلجيكا وحسب تصريحاتهم هم يا عصام عندهم مشاكل بينهم وبين بعض داخليه، اصلا متخانقين في غرفه الملابس، وهذا ما هو الا رده فعل مش قصه بس نتيجه مباراه، حتى للخلافات اللي بينهم على فكره يعني. طيب كان كورتوا عملها قبل المباراه السابقه. كورتوا المباراه اللي طافت عرفناها على الهواء. الظاهر قال له ما قدرت قويه، هذا قال له عندي انا اعوضك. لوكاكو كان عاوز يلعب المباراه، ادخله حتى الشوط الثاني، وبالتالي هذه ردة فعل. اسمح لي اوكي. هذه ردة فعل ضد المدرب. ولوكاكو عنده ثقافتنا، عايش مع المغاربه في بروكسل. لوكاكو كعربي، لوكاكو انا اعرفه شخصيا والله لكن لكن العرب هم اللي عكرون مزاجهم. السعوديه اول فوز اعطى، حتى اليابان قالوا اعطانا ثقه وغير معادله المونديال. المغرب صدر مجموعه وخلى هذول الاوروبيين يبكسوا زي ما بكسوا حد ثاني، بكس هذا زين ما صارت لنا مشكله. عموما العرب كانوا ابطال وعلى ارض عربيه، وقلنا لك تكلمت عربي. الله يخلي الدوحه والله العظيم الحمد لله. يعني احداث الناس كلها فرحانه ومرتاحين. مباريات بكره، لحظه قبل مباريات بكره في لقطه في الوسيل اليوم جدا جميله، وصوره معبره على احد الابراج هناك، وصوره بيليه جتورسون نتمنى له الشفاء ولاف بيليه. طبعا يعني ما في بطوله كاس عالم تمر علينا الا ونجيب طاري بيليه بصمه بطوله كاس العالم كلها بدون استثناء. فبيليه يعني من الشخصيات اللي احنا حتى افتقدناها حاليا في كاس العالم. البصمه بتاعتي في قطر زي البصمه بتاعته شفت وير يعني كاس العالم. يعني حالته حرجه على فكره حاليا في الوقت الراهن. هذا ليش بيلي بالذات بصمه العالم؟ لانه رئيس الاتحاد الدولي كان برازيلي. بيلي مطيع قوانين الاتحاد، مارادونا بهدلوه مع الشعوب. هذا مطيع قوانين الاتحاد الفيفا. لا 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 طلعنا على الدنيا نعرف شيء اسمه بيليه، ما نعرف مارادونا ولا شيء. حد يتكلم. طلعنا على الدنيا طلعنا على الدنيا احمد. حبينا الرياض ما نعرف الا بيليه. تحب الارجنتين تحب مارادونا، ما كلنا نحب مارادونا. انا لا افهم بس لا علاش تخلي الناس كمان يعني في اسطوره مارادونا اسطوره. طيب ليش نقارن بالاثنين؟ في موجه واحده يا شباب يا شباب من حقكم تقولون رايكم، ولكن ليس من حقكم التداخل بهذه الطريقه. احمد الرواس يعني انا يعني كنت حطيت صوره تقديريه للكابتن بيليه، المفروض نقدر يعني نقدر هذا اللاعب وما اعطاه في عالم كره القدم. وانا قلت شيء فيه، قلت لك نحترم، قلت لك الفيفا والعالم تحترمه نفس الشيء. مارادونا يحترموا الشعوب لما ساووا من احسن، حطوا صوره الفيفا اختار مارادونا بيليه والشعب اختار مارادونا. احمد لما مارادونا مات جميع الشعوب تعلمت. ما قلنا حاجه، ما قلنا حاجه. في صوره مارادونا انت شايف؟ هل صوره مين؟ ارجنتينا مش لا اسطوركم خالد عموما هو الموضوع البرازيل ارجنتينا عموما النجوم لهم خصوصيتهم. النجوم لهم خصوصيتهم للامانه. اي نجم في اي مكان. شوف المغرب كفو يا يوسف، شوفوا شوف كحل يونس، كحل عيونك اللي ما توقعت المغرب كحل في على برج. هذا ايش عمار وما حد عرس على السعوديه غيرك. السعوديه وراح تصعد عرس عليهم. السعوديه حبي زين، والسعوديه غيرة المعادله ما كان لها حظ، والمغرب رشحته في دفتر هناك، في دفتر مال توقعات. شوف في اسد، في اسد، شوف كل يوم في اسد. وين الاسد؟ شوف اسد، في اسد ونحن اسد هنا. لا في اسد. شوف في البرج الاخر، في البرج اللي بجنبه. يلا سلام عليك يا اخي، سلام عليك. يعطيكم الصحه. لا بس اسمع، ما تقارن مارادونا ببيليه، ما تقارنوا. انت تحب بيليه؟ انت ما تقارن. شوف اقول لك من جد ما تقارن نهائيا. انت حب بيليه كيفك؟ احب بيليه، احب البرازيل، بس ما حط صوره. ولكن وش مارادونا تلاقى في الوقت؟ شفتوا بيلعب؟ ما شفتوه؟ انا شفناه في التلفزيونات. شفت التلفزيون. انا شفته والتقيت فيه وحكيت وياه. بس على فكره بس بعد اذنكم فلنحترم ان بيليه الان في حاله حرجه،
وندعي له بالشفاء ان شاء الله، الله يشفيه ويعافيه. ولان وضعت الصوره اليوم لبيليه لانه هو رمزيه ايضا في الحاله الحرجه، ونقول له احنا قلت ولسون يعني ان شاء الله ان الله يشفيك وتقوم سالم ان شاء الله خلال الفتره الجايه. وهو طبعا ريال كبير عمره 85 سنه الحين اتوقع، او يعني في الثمانينات. 81 سنه 81 سنه الله يشفيه. اليوم ما كانت مباريات بكره مواجهة